ليه في زمن بقى سهل جدا انك تكسب فلوس، تتعلم حاجات جديدة وتحقق اللي نفسك فيه، ناس كتير بتفضل بس تحلم بالنجاح وما بتوصلوش؟ الإجابة بسيطة: الانضباط هو اللي بيفرق بين اللي بيحلم واللي بيكسب. الموضوع مش موهبة ولا حظ، الموضوع هو انت بتعمل ايه لما محدش شايفك. والنهارده هشارككم ليه الانضباط هو الأساس للنمو، النجاح، وتحقيق العظمة في حياتك. خليني أبدأ بده. الانضباط هو المفتاح انك تطور نفسك في أي حاجة في حياتك، شغلك، صحتك، علاقاتك. الانضباط هو اللي بيجيب التقدم الحقيقي والدائم. الانضباط مش حاجة لذيذة ومش سهل، وخليني أكون صريح معاكم، هو مش المفروض يبقى سهل. الانضباط هو إنك تصحى بدري علشان تنزل الجري بدل ما تقفل المنبه وتكمل نوم. هو إنك تعمل الحاجة الصح حتى لو مش حاسس إنك عايز تعملها. الموضوع كله عن الاستمرارية والمجهود يوم ورا يوم. سمعت مثل عجبني جدا: الظروف عمرها ما بتلغي المسؤولية. بص، مفيش حد بيتولد وهو منضبط. الانضباط مش موهبة، هو مهارة، وزي أي مهارة ممكن تتعلمها وتطورها. وكل ده بيبدأ لما تفهم الهدف بتاعك. لازم تسأل نفسك ليه؟ ايه السبب اللي بيخليني اكون مستعد اشتغل واضحي؟ من غير هدف قوي الانضباط بيضيع. خلينا نتكلم عن الروتين، لان لو عايز تتحكم في الانضباط لازم تتحكم في يومك. واحسن طريقة تبدأ بيها هي انك تكسب الصبح. لو كسبت الصبح هتكسب يومك. دول 4 حاجات بعملهم في الروتين الصباحي عشان احافظ على الانضباط. اصحى في نفس الوقت كل يوم، ما تقفلش المنبه، قوم على طول. كده بتعود جسمك وعقلك يبقوا ثابتين. اتمرن حتى لو 10 دقايق حركة، ده بيحرك الدم في جسمك وبيظبط مودك. اشرب مية أول حاجة في الصبح، جسمك محتاج طاقة قبل ما تبدأ يومك. وقت لنفسك، خد شوية وقت ليك، سواء تكتب، تقرأ، أو تفكر في أهدافك. ده بيركزك وبيفكرك بالهدف بتاعك. الانضباط بيتبني على عادات صغيرة ومقصودة زي دي، ولما تتحكم في الصبح بتجهز نفسك للنجاح في كل حاجة تانية. خد الحقيقة دي: أغلب الناس مش بتفشل عشان مش موهوبة أو مش قادرة، لأ، بيفشلوا عشان بيضحوا بالحاجة اللي نفسهم فيها بجد علشان اللي عايزينه دلوقتي. ممكن تبقى عايز جسم صحي بس تمد ايدك على أكل وحش علشان أسهل، أو نفسك في حرية مالية بس بتصرف على حاجات ملهاش لازمة. القرارات دي في الآخر بتتحدد بالانضباط أو قلته. الانضباط معناه تشوف الصورة الكبيرة، تفضل مركز على المهم وتبعد عن الإغراءات اللحظية. مش سهل بس يستاهل. الانضباط اختيار بتاخده كل يوم. الموضوع مش انك تكون مثالي، لكن انك تكون ثابت. ابدأ صغير، ابني عادات، استمر عليها، ومع الوقت هتغير حياتك. افتكر دايما الموضوع بينك وبين نفسك، مفيش حد يقدر يعمل ده مكانك. بس المهم هو انك مش محتاج حد، كل اللي محتاجه للنجاح موجود جواك. لو حسيتوا ان الفيديو ده مفيد اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في ثوسس دايري، شاركوا الفيديو ده مع حد محتاج شوية دفعة على الانضباط. شكرا انكم قضيتوا وقتكم معايا النهارده. يلا نبني حياة مليانة انضباط مع بعض.